السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام أحبتي في الله، نتمنى تكونوا بخير وإن شاء الله ربي ينعم عليكم بالصحة والعافية. ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهاتي اللي نتمنى من كل قلبي أنه ينال إعجابكم. أيضا نتمنى من الله عز وجل أنه يوصلكم الفيديو وانتم في كامل صحتكم وكامل عافيتكم. فيديو اليوم هو عبارة عن وصفة طلبت مني منذ مدة، طلبوها مني الكثير من الأخوات المتتبعات، لكن للأسف هذا وين كتب ربي باش نحطها. وصفة اليوم هي وصفة التقنتة، أو خلينا نقولوا الكثير من الأخوات يسموها بالطمينة نتاع القمح، طمينة القمح. اليوم راح نوريكم طريقة عملها، مكوناتها، كيف تحضر، وراح نهضر لكم على وش هي المناسبة اللي تقدم فيها. طبعا أول حاجة والحاجة الأساسية اللي هي القمح. القمح هنا هذا قمح تازي، نسموه بقمح التازي. يعني الأخوات اللي ما يعرفوش تقدروا تروحوا للعطار وتسألوه عن القمح التازي، أو تروحوا للمحلات اللي يبيعوا حويجات أضرار وراهم معروفين وسبق ووريتهم لكم. هذا هو شكل القمح كما راكم تشوفوه. فقط ملاحظة أو تنويه بين قوسين، تقنتة أصلا مش من ولاية أضرار، أصلا هي من ولاية بشار، من عند أخوتنا وأحبتنا. تحية من هذا المنبر لإخوتنا في بشار، ويعني من مدة من أكثر من 20 سنة يمكن، وهي يديروها في أضرار، يعتمدوها في أضرار كوصفة من الوصفات اللي تقدم في المزيود الجديد، ويقدموها للنفس، يقدموها يعني في بيت النفس. المهم راح نحتاجوا الى القمح كما سبق قلت لكم، قمح التازي. اول حاجه راح نحتاجوا نغسلوه مليح. شوفوا كما راكم تشوفوا انا غسلته غسله في غسله باش هكا نحملوا هذاك التراب وهذاك القش اللي فيه كامل، هذاك يطلع راح يطلع للفوق كما راكم تشوفوا. هنا راني نصفيه، فقط نعتذر راني نصفيه هنا في الحوش. المهم غسله في غسله حتى ما يبدا يطلع ليا حتى شي داك الماء ما يطلع فيه والو، يعني كامل هذيك القشور وهذيك العوده الخفيفه راح تطلع فوق الماء. شوفوا هنا هذا اخر غسله، يعني غسلته حوالي 4 غسلات، طبعا على حسب 3 2 4 حتى يصفى لكم الماء نتاعو. شوفوا كيفاش يصفى. عاد نصب هذاك الماء ونصفيه في مصفاة ولا في كسكاس. ملاحظه فقط، هنا انا استعملت كيلو نتاع القمح كما سبق قلت لكم، قمح التازي. هنا صفيته بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا، قبل ما نقيته، يعني قبل ما نظفته غسلته، نغسلو مليح ومن بعد عاد راح نقيه. شوفوا كيفاش هنايا راح فرشت منديل في صينيه كبيره، وتقدروا نتوما تفرشوه فوق طاوله، تقدروا تفرشوه في الارض اذا كانت نظيفه. انا عندي كميه قليله فقط، ففرشت منديل في منديل تاع المطبخ عفوا، فرشته في سنيوه كبيره وفرشت فيه هذاك الزرع كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. ينشف بسرعه، يعني ما راح ياخذ لكم وقت ليله كامله ولا من الصباح حتى الليل، وراح يكون ناشف جاهز. خاصة استعملتوا هذه الطريقه، هذاك المنديل دوروا انه يمتص كامل هذيك المياه اللي تنزل. هنا كما راكم تشوفوا انا حطيته في الحوش، ها هو شوفوا، يعني تقريبا يعني انا حطيته 12، وشوفوا هنا طليت عليه مثلا جويه ال5 هكا بدا ينشف. ها هو نشف، منين ينشف مليح يعني مره على مره قلبته، كنقلبوا بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. ها هو نشف، ما تخافوش يعني حتى اذا بقات فيه شويه طراوه مازال راح نزيدو نقلوه. المهم بعد ما نشفتو راح ننظفو بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. يعني شوف اذا كان فيه حجره، لانه بالماء يمشي هذاك القش، يمشوا هذوك القشور، يمشوا هذوك العواد الخفيفه اللي تجي فيه، العيده الخفيفه، ولكن الحجر يبقى. يعني دائما لازم تنظفوه باش تتاكدوا انه ما تبقى فيه حوايج هكا حجره ولا اي حاجه زايده على القمح. طبعا خلوا حبات القمح فقط، انا لقيت في حجيرات، وكما سبق قلت لكم هذا كيلو فقط، كيلو فقط، يعني فقط باش ندير معاكم الوصفه. المهم بعد ما نظفتو كله كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه، طبعا عمليه الغسل كي تغسلوه راح ينظف عليك، ينقص عليكم تقريبا 90% من الخدمه اللي راح تخدموها فيه. راح تغسلوه من التراب ومن القش وكل شيء ويصبح نظيف. شفتوا كيفاش كان داير في الاول، وشوفوا دركا كيفاش راهو داير. انا المهم انا راني نظفه فقط بهذه الطريقه باش لا فيه شي حجره هكا زايده ولا حاجه، اي حاجه زايده على القمح راح نتخلى عليها او راح نرميها. طبعا
المهم هنا من بعد ما نظفته كله، ها هو شوفوا هذا كيلو كيما سبق قلت لكم. راح نقليه دركا، نقليه تقلوه في اي طاجين، تقدروا تقلوه في طاجين الخبز، يعني الطاجين نتوما متعودين تقلوا فيه، راح تقلوا فيه القمح بهذا الشكل اللي راح تشوفوا. النار تكون من متوسطه الى قويه، يعني ماشي قويه، لكن كانت نار كبيره فمن الافضل انكم تنقصوها باش ما يعني تخلوها المتوسطه باش ما يحرق لكمش. اذا كانت النار صغيره كيما انا هكا فخليتها مائله للقويه، يعني بين المتوسطه والقويه، وتبداو تستمروا في التقليب. راح تقلوه مليح حتى يتبدل لونه وحتى تشموا هذيك الريحه. شوف في البدايه راح يبدا يطرطق لكم هكا، يبدا كي المايس هكا يطرطق. المهم نتوما حركوه بهذه الطريقه، حركوه استمروا في التحريك وقلوه بهذه الطريقه مليح حتى يتبدل لونه. شوفوا هذا اللي مازال ما قليتو، شوفوا لونه كيفاش صفر مازال، وهذاك اللي قليتو بدا يروح للبني الذهبي الغامق. المهم انا بعد ما قليته مليح كما سبق قلت لكم قلوه مليح حتى تخرج ريحته وحتى تحسوا انه بدا لونه يتبدل. المهم ما تحرقوش، تخلطوه يعني تستمروا في التخليط باش ما يحرق لكمش من الاسفل، يعني طيبوه. القمح هنا راهو يطيب ماشي غير يتقلى فقط. المهم هنا هذه المكونات اللي راح نضيفها للقمح قبل ما نطحنه. راح نجيب حبة حلاوة ونجيب زريعة البسباس والقرفة. طبعا القرفة راهي باينة منظفة، لكن بالنسبة لزريعة البسباس وحبة حلاوة راح نغربلهم باش كان فيهم شي حاجة تراب ولا حاجة نتخلى عليها، يعني نتهنى منها كما نقولوا، ومن بعد نولي نحطهم في سنين وننظفهم. انا هادو اللي راكم تشوفوا عندي منظفين، يعني منظفتهم مغربلتهم ومنظفتهم. الا كان فيهم شي حجره ولا عود انا نتخلى عليه، يعني تنظيفهم ما يحتاج شويه وقت طويل. المهم انا استعملت هنايا حوالي 60 غرام نتاع حبه حلاوه، و60 غرام نتاع زريعه البسباس، وشويه قرفه 30 غرام نتاع القرفه دشتها في المهرز وخلطتها مع الزرع وتوجهت به مباشره لعند المطحنه نتاع الحي اللي يطحن، يعني المطحنه نتاع برا طبعا ما عنديش وين نطحنو. المهم ملاحظه فقط، انا بالنسبه لي هذا كيلو فقط، يعني كميه قليله، يعني الطحان ما راحش يطحنوا لكم. انا فقط ربي يطول في عمر بنت خالتي ويحفظها، هي اللي طبعا طحنته ليا، يعني لو ما كانتش هي ما كانتش راح نقدر نطحنو. ان شاء الله ربي يحفظها ويحفظ لها وليداتها. المهم نوجه لها تحيه اللي اعطتني ايضا الوصفه طبعا. المهم كما راكم تشوفوا هنايا غربلت راح تحتاجوا بعد ما تجيبوه من عند المطحنه ضروري تغربلوه بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا. يعني من الافضل بالنسبه للاخوات، يعني كيلو كما سبق قلت لكم طحنه ما طحنوا ليكمش، فمن الافضل انكم يكون عندكم كميه على الاقل 5 كيلو. المهم من بعد ضروري تغربلوه، ما تغربلوش في الغربال العمى، غربلوه في اي صفايه متواجده عندكم في البيت فقط، ولا غربال شويه فوق العمى باش ما يجيكمش هذاك الناعم ناعم ناعم وما يجيكمش فيه ديك الحروشيه. وخاصه اذا طحنتوه عند برا ممكن تلقاو فيه حبه زرع، تلقاو فيها كحويجات وطحنا معها القرفه وزرعه البسباس وهذوك، باش هذوك كامل اللي يتبقاو هذوك القشور ما تخلاو عليهم، ضروري تغربلوه يعني. المهم بعد ما تغربلوه واش راح تضيفوا عليه؟ راح تجيبوا الجلجلان والسمسم وتجيبوا الكاوكاو. كما راكم تشوفوا الجلجلان هنايا تنظفوه وتقلوه ومن بعد طحنوه. كي تجوا تطحنوه في الرحايه ما تطحنوش مليح، يعني حسب الرغبه، اما راح تطحنوه شويه فقط تدشتشوه وتضيفوه للخليط. وبالنسبه للكاوكاو ايضا تقلوه بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه، ها هو واضح في الصوره، وتطحنوه هو ايضا. تبغوا تطحنوه بودره يعني تطحنوه شويه مائل للناعم، تطحنوه مدشتش كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه وتضيفوه للخليط. بالنسبه للكاوكاو راح تضيفوا نص كيلو لكيلو الزرع، وتضيفوا ايضا ربع كيلو نتاع السمسم تضيفوه الكيلو الزرع. راح نكتب لكم كل المقادير في صندوق الوصف باش هكا تكون واضحه. كما سبق قلت لكم الجلجلان تقلوه وتدشدشوه او طحنوه مليح، كما انا شخصيا نبغيه مطحون مليح، يعني نطحنو ونضيفو عاد للخليط. والكاوكاو ندشدشو، يعني الكاوكاو نخليه شويه مدشتش يعني كما نقولوا ماشي نطحون مليح ونضيفوه للخليط. طبعا الكميات حسب الرغبه، انا راني عطيتكم الكميات، تقدروا تنقصوا لو حبيتوا وتقدروا تزيدوا شويه فقط ما تزيدوش اكثر. وهذا هو الخليط جاهز، يعني تخلطوه هذا هو جاهز بعد ما خلطت فيه السمسم وخلطت فيه
الكاوكاو كما سبق قلت لكم انا السمسم نطحنو، يعني نطحنو بودره، ثم تقدروا تشوفوه فقط يعني تكسروه شويه وتضيفوه للخليط. صراحه انا نبغيه مطحون ومغربل، يعني ماشي غير مطحون. المهم هنا ها هو شكله. تقدروا تضيفوا ليها طبعا السكر كلاصي وتخلطوها بهذا الشكل وتقدموها بهذا الشكل لو حبيتوا. راح نوريكم الطريقه اللي تتقدم بها، لكم كامل الحريه. دركا راهم يضيفوا ليها حلوه الترك، يضيفوا ليها سكر كلاصي، كاين اللي يضيف يعني كاين اللي يضيف ليها اللوز، كاين اللي الكركاع. هذه الطريقه الاصليه، الوصفه الاصليه، وانتم ضيفوا لها واش بغيتوا. المهم كيفاش نخلطوها وكيفاش نقدموها. راح نقدموها بهذه الطريقه، هي تقدم بطريقتين كما سبق قلت لكم، اما بالطريقه العاديه يعني من غير ما البودره كما نقولوا، او تقدموها بهذه الطريقه اللي هي معتمده. معظم اللي يقدموها بهذه الطريقه. اولا راح تاخذوا كميه من الزبده، اذا بغيتوا السكر يجيكم شويه حلو فديروا كميه الزبده كما كميه العسل، هذه اول حاجه. بغيتوا يجيكم السكر معتدل فنقصوا كميه نقصوا كميه الزبده على كميه العسل. يعني ديروا، الا كان استعملتوا 3 معالق من الزبده فاستعملوا ملعقتين من العسل فقط. يعني ما دائما نقصوا كميه العسل على كميه الزبده باش كيجيكم السكر معتدل. وايضا لو استعملتوا العسل العسل استعملتوا نتاع اللي تشروه يجي شويه ثقيل ويجي سبحان الله مركز، يجي حلو ياسرة. فضيفوا كميه من الماء كما كتشوفوا انا ضفت كميه حوالي شويه ملعقه هكا من الماء، ملعقتين من الزبده وملعقتين من العسل، واضفت الخليط هنا حوالي 7 ملاعق مملوءه نتاع باش يجيني الخليط متجانس. طبعا تسخنوا الزبده فوق النار ومن بعد تضيفوا لها العسل ومن بعد تضيفوا التاقنسه. تقدروا ديروا هادشي كامله فوق النار، بمجرد ما تبداو تضيفوا التاقنسه ترفعوها، او دقيق القمح مع الخليط كامله هذيك الحويجات ترفعوها فوق النار ومن بعد تصبوها بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. طبعا تزينوها بالشكل اللي تحبوه واللي تفضلوه. التاقنسه راها مفيده جدا جدا، وتقدروا تستغنوا على العسل والزبده لو كنتوا بغيتوها صحيه. هنا تقدروا كما راكم تشوفوا هذه تخلطوها مع السكر وتقدموها بهذه الطريقه، او انه بالنسبه للناس اللي يخافوا من السكر وبغاو باش ياخذوا الفائده منها، وخاصه انه فيها كثير من المكونات. هذيك الخليط نتاع القمح او نتاع الزرع هذا كيضيفوا ليه يخلطوه بالماء. يعني الكثير انا نعرف الكثير ما يبغوش السكر، ما يبغوش الزبده، ما يبغوش العسل، فيخلطوها بالماء فقط. نتمنى ان وصفه اليوم تكون نالت اعجابكم، نتمنى اني نكون لبيت لكم طلبكم. نلتقي في فيديو جديد ان شاء الله. دعواتكم لي بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله. وطبعا ما تنساوش اني احبكم في الله. سلام.